السلام عليكم. لا شك أنكم سمعتم أن السلطات المصرية أرجعت العديد من الناشطين المغاربة الجزائر والأوروبيين الذين ذهبوا إلى القاهرة ليتضامنوا مع غزة وليطالبوا برفع الحصار عنها. وكأحد من هؤلاء أريد أن أشهد على ماذا جرى. إذن بعد وصولنا بتذكرة مطابقة والتأشيرة موجودة وكل شيء على ما يرام، احتجزونا لمدة فوق 3 ساعات. منهم قبلوا دخول بعض الأشخاص، وفي الطائرة ديالنا 12 شخصا أرجعوه. كانت ظروف الاحتجاز فيها كثير من الإرهاب النفسي، يعني وحتى ظروف الإرجاع يعني كانت غير ملائمة. يعني فقط مثل، كانت معنا سيدة مسنة قالت لهم بأن عندها الإنسولين في الحقيبة التي في الطائرة، فلم يريدوا أن يستمعوا إليها. هنا أريد أن أركز على نقطتين. النقطة الأولى هي أنه عندما تعطي تأشيرة لمواطن أجنبي وعندما بعد استجواب يعطيك كل التطمينات أنه كيفما كان قرارك في خصوص المسيرة سوف يحترم قوانين البلد، إذا كانت المسيرة سوف يشارك فيها، وإذا لم تكن فسوف يعمل سياحة عادية، ورغم ذلك ترجع بهذه الطريقة المذلة، فهذه ليست طريقة دولة محترمة، بل هي أقرب إلى دولة بلطجية. النقطة الثانية وهي الأهم، هؤلاء الناشطين ما كان لهم أن يأتوا إلى مصر لو كانت مصر قامت بعملها وبواجبها بفك الحصار عن غزة، وعوض حتى بعد أن لم تقم بواجبها منعت الآخرين أن يضغطوا من أجل فك هذا الحصار. والسلام عليكم.